معاكم محمود فادي. النهارده احنا هنتكلم على موضوع احنا اخترناه سوا، اللي هو ازاي تفهم الكلب من النباح بتاعه او الهوهوه بتاعته. في الحقيقه ان الكلب لما بيكون بيهوهو عشان بيعبر عن نفسه، وبيكون احنا كمان بنحتاجه اللي هو يهوهو ساعات علشان يحمينا، وكمان عشان بيبعد عننا الخطر. بس لو هو ده بس ده هيبقى طبيعي جدا. بس وانس الموضوع يبقى عمال على بطال والكلب بيهوهو في اي وقت ليه لزوم او لا، يبقى دي مشكله في السلوك ولازم نغيرها. الكلب كمان لازم نفهم اللي هو فيه كلاب بتهوهو اكتر من كلاب تانية، واكيد مش قصدهم اللي هم يهوهوا علشان يضايقوك انت والجيران، بيبقى فيه كذا سبب تاني. احنا ممكن نقول 6 اسباب. اول حاجه الكلب الالرت اللي هو بيبقى حذر جدا، اللي هو كلب الحراسه. كلب الحراسه لما بيجي يشوف اي حد يعدي قدام البيت، عربيه، قطه، كلب، بني ادمين، بيهوهو. صوت الهواء بتبقى شارب جدا، كمان عاليه جدا، ما بيهزرش. معناها ده اللي بيفهمهم اللي هو ده المكان بتاعي، ما ينفعش اللي انتوا تقربوا منه. في نوع تاني اللي هو الانشس، كلب بيبقى قلقان شويه. قلقان مش خايف، هو بيبقى مثلا قلقان اللي هو مثلا سمع صوتك وعايز يجيلك، فتلاقيه ممكن يصوصو، او انت بتلعب معاه وحبسته فتلاقيه ممكن يصوصو يخربش شويه عايز يجيلك. في كمان نوع تالت اللي هو كلب البلايفول وقت اللعب. معظم ده اكتر بيبقى في البابيز. لما كلاب البابيز بتلعب مع بعض ممكن تلاقيهم بيهوهوا، وكمان بتزوم. وقت كمان في ناس بتفتكر اللي هو ده بيعض، لا، بس في كلاب لما بتتبسط قوي بتزوم، وده حقيقة جدا وما فيهاش اي حاجه وده نورمال. في رابع حاجه بقى الكلب بتاع ميلودي افلام بقى او روتانا سينما. الكلب اللي هو تلاقيه وهو قاعد عمال يهوهو، وتحس اللي هو مبسوط جدا وعمال يسمع هوهوته عامله ازاي. الكلب ده يعني حرام، محتاج اللي انت تديله اكتيفيتي، انشطه تخرجه تدربه. اما هو عنده طاقه وما بيخرجش خالص، فتلاقيه بيعمل الموضوع ده. في كمان اللي هو الخامس حاجه الاتنشن. تلاقي مثلا انت ممكن مشغول جدا على الكلب بتاعك والكلب باصص لك وانت مش معبره، فممكن يهوهو عشان يلفت انتباهك انت. اخر حاجه طبعا اللي هو بيكون رقم 6، لو في مثلا كلب في مكان وبيهوهو فده بيرد على ده ويفضلوا يردوا على بعض. طيب احنا ازاي نحل المشكله دلوقتي؟ احنا هنلخصها في كذا حاجه، بس اللي انا قلته في الاول ده مهم جدا. ليه؟ انت هتشوف كلبك بالظبط انهي واحد من 6 الحالات دول، وهتعلم عليه وتعرف نعمل ايه بالظبط. اهم حاجه في حل المشكله اللي انت تحلها من جذورها او من اصلها. اول حاجه اللي انت لازم تخرج الكلب بتاعك وتديله انشطه يعملها وتدربه، بحيث اللي هو يخرج الطاقه بتاعته بدل ما يحرقها ويخرجها في الهواء او النباح. تاني حاجه لازم نتجنب اللي احنا نسيبه لوحده فتره طويله. كمان دايما بقولها جدا ومهمه جدا، اوعى تاكل الكلب بتاعك، تطبطب عليه، تشربه، تديله اهتمام، اي كونتاكت وهو بيعمل حاجه غلط. دايما بشوف الناس بتهتم بالموضوع ده، او مثلا سي كلبك بيهوى على كلب فانت بتشده مش جاي فبتطبطب عليه، ده نوع من انواع الطبطبه او نوع من انواع اللي انا موافق على السلوك، فانا بتجنب ده كمان. ممكن كمان اللي انا اعلمه اللي هو سي هو، فالكلب يهوهو اقول له بس يسكت او ستوب او سبيك يتكلم، والعكس ممكن اعلمه الموضوع ده. كمان رقم 5 مثلا اللي هو لو انا مثلا سي كلب يهوهو وانا عليت صوتي عشان يسكت، ده غلط. لازم انا ابقى هادي علشان الكلب يبقى هادي، عشان ياخد اللي هو السلوك او ياخد اللي هو الهدوء بتاعي ويتنقل له. لو انا عليت معاه الكلب ممكن يهوهو اكتر. كمان في حاجه اللي هو بيكون اللي هو نعمل بوزيتيف انتربشن. بمعنى ايه؟ لو سي مثلا الكلب بيعمل حاجه غلط او بيهوهو وانت عايز تمنعه، فانا ممكن اقول له مثلا بس، او ممكن اناديه فلما يبص لي اقول له سيت داون، شيك هاندز، اسلم عليه. لما اديله كذا حاجه ابني شويه وقت وابني كذا اوردر واديله تريتس، فانا بدل ما انا زعقت وبدل ما انا ضربت وبدل ما انا غيرت، لا، انا بغير بطريقه ايجابيه جدا اللي انا بخليه يبص لي اهم حاجه، وبعدين بديله كذا اوردر وفي الاخر بديله تريت. كمان دي بيكون اهم حاجات اللي احنا ممكن نقدر نغير بيها السلوك ده. لو في عندكم اي سؤال او اي حاجه مش عارفينها ممكن تبعتولي في اي رساله ان شاء الله ارد عليها، او على البيج نفسها، او تكلموني على رقم الموبايل موجود في البيج، وان شاء الله هقدر اجاوب عليك. شكرا جدا، السلام عليكم. تابعونا كمان على البيج بتاعتي، انا عامل بيج ممكن تعمل مثلا سيرش محمود اندرسكور دوج ترينر، او تعمل مثلا سيرش مثلا لو على الفيسبوك facebook.com/محمود دوت ترينر. هكتب اللي هو اللينك بتاعي على اليوتيوب تحت في الديسكريبشن، لو دوست هتلاقي اللينك بتاعي. كمان على البيج بتاعتي بحطها، ممكن تتابع، وفي فيديوهات تانية ممكن تشوفها وتعلموا الكلب بطريقة احسن.
شكرا جدا. السلام عليكم.